الثنائي القادر على تحرير لاعبي الخط الامامي، يفكرهم شويه في المستوري والرتباوي، الثنائي الذي كان مميزا في نادي الوداد على مستوى استخلاص الكرات، على مستوى الارتكاز. هذه كره اتحاديه في منطقه الجزاء، الأول في المباراة للاتحاد، لعبت بالمقاس ومحمد أمين السل يتمكن من بلوغ الهدف الأول، تصبح النتيجة 1-0. عمل كبير في الكرة الماضية للاتحاد الذي ينجح في بلوغ الهدف، يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة 1-0. عمل كبير. شوف طريق يسمح للانتدابات الجديدة بأن تقدم الإضافة. كرة من دحماني مر المستغفر في هذه الليلة يصنع الحدث ويتمكن من تسجيل الثاني. مستغفر صنع الأول وجاب الثاني، جاله الأول ومشى للثاني، والاتحاد متفوق متقدم في النتيجة 2-0. تتغير النتيجة في الربع ساعة الأولى. الوداد أخطاء كثيرة على مستوى التغطية الدفاعية في هذه المباراة أمام لاعبين قلت لكم لاعبين مهارة، لاعبين بكفاءة فنية كبيرة. عمل كبير بدأ مستغفر مرة أخرى. شوف العمل الكبير من دحماني لمستغفر بهدوء اللاعب، إمكانية لنقل الخطورة، تسديد عمل كبير من مويزيس بانياغا يراوغ ويسدد. بانياغا يتمكن الوداد من تسجيل الهدف الأول لتشتعل المباراة مرة أخرى بين الاتحاد والوداد. سعادة كبيرة للعدد من محبي وأوفياء الوداد الرياضي في مباراة هذه الأمسية في الدقيقة 39. ياسم عبد الرحمن الحواسي، بانياغا البوليفي. شوف طريقة استرجاع الكرة، لعبة ممتازة النوري نحو بانياغا، راهو في تايمينغ ممتاز جدا. بانياغا يسد لكم وعلى مسامعكم، والكرة ودادية ونقل الكرة للوداد من الطرف الأيسر، إمكانية لنقل الخطورة، تسديد عمل كبير من مويزيس بانياغا يراوغ ويسدد. بانياغا يتمكن الوداد من تسجيل الهدف الأول لتشتعل المباراة مرة أخرى بين الاتحاد والوداد. سعادة كبيرة للعدد من محبي وأوفياء الوداد الرياضي في مباراة هذه الأمسية في الدقيقة 39. ياسم عبد الرحمن الحواسي، بانياغا البوليفي. شوف طريقة استرجاع الكرة، لعبة ممتازة النوري نحو بانياغا، راهو في تايمينغ ممتاز جدا. بانياغا يسدد ويزم كرة للاتحاد، لمسة الاتحاد في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس زواني جول ثالث للاتحاد. فؤاد والثقة ثالث للاتحاد. الاتحاد يعود من بعيد ويتمكن من تسجيل ثالث هدف في هذه المباراة، يسجل الثالث، يصعب المأموري على الوداد مرة أخرى، ويقوي حظوظه في تحقيق نصر في مباراة هذه الليلة. محمد أمين بن هشام ما كانش يتسنى وأن الوداد يستقبل هذا الهدف في هذا التوقيت بالذات، والفريق كان يعيش دينامية خاصة، كان يضغط، كان يبحث، كان يسترسل في الهجمات، لكن ما كانش موفق في التعاطي معها. هنا الإعادة لما حدث في الكرة الماضية. كرة من الوقت المضاف، والوداد مؤمن أكثر من أي وقت مضى بقدرته على تسجيل الهدف. الاتحاد إيمان راسخ بالتعامل مع خطورة الوداديين في آخر ثواني المواجهة. كرة في منطقة الجزاء، الأجرع والتدخل من أمين أبو الفتح. الدقيقة السادسة والأخيرة من عمر وزمن المباراة، عمر يتمدد والبحث متواصل من طرف الفريقين معا عن هدف. كرة ودادية، إمكانية للوداد، الوداد يسجل الرابع، عودة وعودة.